طيب أنا استغليت الوقت وأنا موجود هنا في الحرم الجامعي بتاع جامعة برمنجهام، وفتحت الويب سايت بتاع الجامعة نفسه. لقيت زي ما انتم شايفين كده، ده الويب سايت بتاع جامعة برمنجهام، بيكلمك عن. السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم في القناة وعودا حميدا. النهاردة حبيت أفرجكم على مكان جميل. المكان هنا دوت السكن الجامعي بتاع جامعة برمنجهام، يعني ده السكن الطلابي بتاع جامعة برمنجهام. فهو زي ما انتم شايفين كده، هو عبارة عن حديقة ومكان مفتوح. طبعا ده واحد من السكن الجامعي لطلبة جامعة برمنجهام. خليني كده اجيب لكم منظر البحيرة. هو السكن مفتوح. احنا بنصور، يمكن دلوقتي الجو شتاء، ممكن في مرة تانية بحاول اعمل فيديو ليه برضو يبقى الجو صيف كده وفي حركة وحياة وناس. هنا دي كده هو سكن مفتوح، اللي عايز بيقدر بيمشي فيه. مش زي عندنا مثلا سكن جامعي بيبقى مقفول وعليه اسوار والكلام دوت، لا. هنا دوت سكن مفتوح، عباره عن زي ما انتم شايفين بحيره اهيت ومسطحات خضراء ومشي. هنا كده دوت السكن. لو نقدر نشوف ان في حد هنا رافع علم فلسطين نازل من البلكونه. اتمنى ان هو يكون ظاهر هو تقريبا في الفيديو. طبعا في هنا كتير طلاب عرب وباكستان ومسلمين. مدينة برمنجهام واحدة من أكبر المدن اللي فيها تجمعات للمسلمين، لأن دي جاء من حوالي 60-70 سنة الجاليات الباكستانية والبنجلاديشية والهندية كتير هنا، فهم عملوا تجمعات كبيرة وتجمعات إسلامية كويسة. العمارات اللي احنا شايفينها دي كده، دي كلها معظمها السكن الطلابي وسكن الجامعة. هنحاول ان احنا اروح واتمشى كده عنده، يعني ممكن اذا عرفت اصور فيه هصور، اذا ما عرفتش ممكن هيكون صعب شوية، لكن خلينا كده ايه نروح ونشوف هل هنعرف ولا لا. زي ما انتم شايفين ده كده منظر السكن الجامعي. كان من شوية كده كان الطلاب ماشيين ورايحين جايين. مدينة برمنجهام هي واحدة من المدن اللي موجودة في بيسموها الميدلاند، يعني الارض دلتا مثلا بتاعت ايه، بتاعت انجلترا. فيها مدن كبيره، وهي تقريبا من اكبر الاماكن اللي بيكون فيها تجمعات الاسلاميه هي منطقه الميدلاند. هنا ده كده، كل ده كده يعتبر ايه في حيز السكن الطلابي. هتلاقي شويه شباب ماشيين رايحين جايين كده، دولت بالاساس طلاب الجامعه. طبعا هو ده مش ده بس هو السكن الجامعي، فيه كذا واحد، يعني اللي هناك ده برضو كده جزء من امتداد السكن الجامعي. كل ده كده امتداد السكن الجامعي. طبعا الوقت اللي انا بصور فيه دلوقتي تقريبا دلوقتي الساعة 1، فهو برضو معظم الطلبة طبعا دلوقتي بيكونوا في شغلهم ومحاضراتهم والكلام ده. مدينة برمنجهام هنا فيها أكتر من جامعة. فيها جامعة برمنجهام وفيها جامعة أستون، وفي أعتقد جامعة أو 2 كمان، بس أنا مش فاكر أسمائهم بصراحة. ممكن في مرة لو الناس اللي مهتمة نعمل فيديو عن أسعار الدراسة فيها. طبعا هيكون الموضوع كبير ومتفاوت، لأن على حسب أنت بتدرس إيه الكورس اللي أنت بتدرسه وإيه الدرجة اللي أنت بتدرس عليها، هيكون السعر طبعا إيه متفاوت. طب يعني أكيد أنا لو دخلت كده وأنا بصور الناس مش هتكون مبسوطة وأنا بصور كده، لكن خلينا كده ندخل ونشوف. إذا حاولت إن أنا عرفت أصور لكم من جوه إيه هصور لكم. ده كده يعتبر جزء من السكن الجامعي. طيب انا دخلت جوه، انا بس على السريع كده هحاول استغل ان مفيش حد هنا موجود. ده كده يعتبر، واعرف اصور يعني، ده هنا كده يعتبر الايه المكان بتاع مطعم، وتقريبا الطلبه برضه ممكن بيقعدوا يذاكروا فيه شويه. يعني لو قمنا كده صورنا، ده كده الممشى. وهنا كده ده المكان اللي انا كنت بصور فيه من شويه. ده فوق كده امتداد السكن. طبعا دلوقتي الوقت اللي انا فيه ايه معظم الطلبة موجودين في أماكن دراستهم، ممكن مش وقت الغداء أو كده، لكن دوت إيه مكان أكل الطلبة.
ممكن في وقت تاني لو جينا وقت الاكل او كده هتلاقي الطلبه هنا موجودين. ممكن من بعد العصر مثلا بيبداوا موجودين في الحلقات الدراسيه بتاعتهم والمذاكره والقعده، يعني ايه سوشياليزيشن وهكذا. هنحاول نطلع كده بره بقى وايه نشوف. طبعا المكان شكله جميل جدا زي ما انتم شايفين، راقي جدا، نظيف على اعلى مستوى بصراحه. ده اللي للعماره مثلا اللي احنا فيها ديت. ده هناك ده كده المطعم. في وقت تاني ممكن هيبقى صعب ان انا اصوره وقت ما هو ايه شغال بالفعل يعني. يمكن حظنا حلو ان دلوقتي ما فيش حد فعرفنا نصور. خلينا نطلع كده ونكمل جولتنا. هنا كده المكان ده الاستقبال، دي ترابيزة البنج بتاعته. خلينا ماشيين كده نشوف، بما اننا مفيش حد كده بقى نعرف نصور شوية. ده هنا برضو كده الايه الامتداد المكان نفسه تقريبا اللي كنا فيه من شوية. هو بالفعل وهنا ده كده مطعم، وتقريبا هنا كده في كافيه. ده حوض علشان بعد الاكل الناس تغسل ايديها. دي امازون، البوكسز بتاعت امازون هنا تقدر تبعت او تستلم الدليفري بتاعك. وبعد كده في كافيه اهو. خلينا نقعد احنا هنا كده. دي كده كافيه تقريبا ستاربكس او حاجه. هي ستاربكس اهيت. ده برضو هتلاقيه علشان الطلبه هنا بعد ما تخلص اليوم الدراسي بتاعها ينزلوا يقعدوا يقروا شويه، يذاكروا شويه، يتكلموا مع بعض شويه، اللي عايز يشرب ولا اللي عايز ياكل حاجه. ويبقى هنا ده كده المبنى ايه دخلناه من جوه وفرجناكم حتى عليه من جوه. مش هنقدر بقى طبعا نطلع فوق الغرف السكنيه. اعتقد انها مفتوحه برضو، مش هتلاقي يعني ريستريكشنز انك تطلع او كده. لكن ده كده اللي كنا حاولنا نفرجكم على المكان. اكتبوا لنا في التعليقات لو في اي اسئله انتوا عايزين تسالوها خاصه بموضوع الدراسه هنا، ونحاول نجاوب لكم عليها ان شاء الله. بشكر الناس اللي كملت مشاهده، وشوفوا باقي الفيديوهات عشان تعرفوا اكتر عن الحياه هنا في انجلترا. طيب انا استغليت الوقت وانا موجود هنا في الحرم الجامعي بتاع جامعه بيرمنجهام، وفتحت الويب سايت بتاع الجامعه نفسه. لقيت زي ما انتم شايفين كده ده الويب سايت بتاع جامعه بيرمنجهام. بيكلمك عن considering a master's or PhD. الناس اللي عايزه تعمل ماستر او PhD طبعا لو فتحت يدي لك تفاصيل الماستر والPhD. ده طبعا الموقع بتاع الجامعه اللي احنا قاعدين فيه، السكن الطلابي بتاعها دوت زي ما انتم شايفين كده. تقلب تحت كده تشوف الايفنتس بتاعت الجامعه، الايفنتس اللي بتعملها الجامعه للطلاب، وشويه معلومات عن الجامعه. الحاجه بقى اللي انا لفتت انتباهي في الموقع قلت ان انا افتح افرجكم عليه، ان لقيت هنا في موقع في فرع للجامعه في دبي. فالناس برضو اللي عايزه تدرس، طبعا انتوا عارفين الناس دول طبعا يعني كتير من مصادر الدخل الانجليزيه بالاساس او البريطانيه بالاساس هي التعليم، على اعتبار انجلترا واحده من او بريطانيا واحده من الدول اللي بدات العلم الحديث. هنا بدات الثوره الصناعيه 1700 وشويه بالاساس في المدينه اللي احنا فيها ديت، في مدينه بيرمنجهام بدات الثوره الصناعيه العالميه اللي غيرت خارطه العالم يعني. وزي ما انتم شايفين كده هم عاملين فرع في دبي. هناك حتى بيكلمك عن دبي سكولارشيبس للمنح الدراسيه في دبي. وايه ده كاتب هنا University of Birmingham دبي انترناشونال اكاديميك سيتي، والعنوان والبوست كود بتاعها والسويتش بورد او رقم التليفون بتاعهم. وطبعا معلومات كتيره بقى طبعا للي عايز يدرس يقدر يدخل الموقع هنا، سواء اللي عايز يدرس في اليو كي او اللي عايز يدرس في دبي يقدر يجمع المعلومات كلها.